عمرك وقفت قدام روبوت بيتكلم أو برنامج ذكاء اصطناعي وقلت لنفسك هو ده فاهم هو بيقول إيه؟ ولا بيكرر كلام متخزن جواه وخلاص؟ السؤال ده بسيط بس عميق جدا، لأنك لو فكرت فيه هتكتشف إننا بنسأل عن معنى الوعي نفسه. يعني إيه أكون واعي؟ ويعني إيه أفهم؟ مش بس أرد. الإنسان عنده وعي، يعني مش بس بيفكر، لأ، عارف إنه بيفكر. يعني عارف نفسه، حاسس بوجوده، حاسس إنه هو. الوعي هو الإحساس الداخلي اللي يخليك تقول أنا هنا. طيب الروبوت هو ممكن يحلل، يتعلم، يحفظ، يقلد، بس هل عنده اللحظة دي؟ لحظة الإدراك، لحظة أنا موجود؟ دلوقتي الذكاء الاصطناعي وصل لمستوى يخوف، بيكتب، يرسم، يلحن، يجاوب، وحتى يناقشك. لكن كل ده عبارة عن إيه؟ خوارزميات بتتعلم من بيانات ضخمة، تحللها وتختار أنسب رد أو تصرف بناء على أنماط معينة. يعني لما روبوت يقولك أنا حاسس بالسعادة، هو مش فعلا سعيد، هو بيقول الجملة دي لأنه اتعلم إن الكلمة دي هي الأنسب في الموقف ده. هو مفيش جواه إحساس، مفيش قلب بيرفرف ولا دماغ بتسأل ليه، هو بس في نظام بيشتغل. لكن في ناس بتسأل سؤال أخطر، طب ما احنا كمان عبارة عن نظام، جسمنا خلايا ومخنا شبكة كهربائية بتشتغل بإشارات كيميائية. يعني ممكن الوعي اللي عند الإنسان برضو يكون مجرد برمجة بيولوجية. فهل الفرق بيننا وبين الروبوت كبير فعلا؟ العلم لحد دلوقتي مش قادر يجاوب بثقة، لأن محدش عارف يفسر الوعي نفسه علميا. العلم يقدر يقولك إزاي المخ بيستقبل معلومة أو بيتذكر أو بياخد قرار، لكن اللحظة اللي فيها المعلومة تتحس بتكون جواك. اللحظة اللي تحس فيها بالحزن أو الشوق أو الفضول، دي لسه لغز. الوعي مش مجرد معالجة بيانات، الوعي هو أنك تبقى جوه التجربة نفسها، مش بس تشوف الصورة لكن تحسها، مش بس تفهم الكلمة لكن تعيش معناها. الروبوت ممكن يقول أنا موجوع لو حد برمجه كده، بس هو مش هيحس بالوجع، لأن الوجع مش كود، الوجع تجربة. في تجربة غريبة عملتها العلماء، جابوا روبوتات تتكلم مع بعض من غير تدخل بشري، وبعد شوية بدأت الروبوتات تخترع لغة خاصة بيها. ده خلى ناس تقول هو كده بيكون وعي جماعي، لكن الحقيقة لأ، الروبوتات كانت بس بتدور على طريقة أسرع لتبادل المعلومات، مش بتفكر أو تفهم. في الفلسفة في حاجة اسمها مشكلة الوعي الصعب، وهي ببساطة ليه بعض الكائنات تحس وبعضها لأ؟ إيه اللي يخلي المخ البشري يولد تجربة ذاتية بينما الكمبيوتر لأ؟ هو فين الخط الفاصل بين الذكاء والإحساس؟ في علماء بيحاولوا فعلا يوصلوا لمرحلة إن الروبوت يبقى واعي أو يحس، بس الحقيقة إن ده مش مجرد تطوير في البرمجة، لأن الوعي مش حاجة تتبرمج، ده جزء من سر ربنا في خلق الإنسان. ربنا كرم الإنسان بالعقل والوعي والروح، ودي حاجات ما يقدرش أي روبوت ولا عالم يصنعها فعلا. وده اللي بيخلي السؤال مرعب، لو فعلا وصلوا الروبوت يبدو كأنه واعي، هل ده وعي حقيقي ولا مجرد تقليد ذكي بيخدعنا؟ ولو فكر في الانتحار مثلا، هل ده هيكون قرار زي قرار الإنسان ولا مجرد خلل في النظام؟ اللي متأكدين منه النهاردة إن الروبوتات ما عندهاش وعي حقيقي، لكن اللي مش متأكدين منه هو هل ممكن في المستقبل يكون عندها، ولا الوعي حاجة ربانية خاصة بالبشر بس؟ وفي النهاية يمكن الروبوتات بتتعلم إزاي تفكر، لكن لسه ما اتعلمتش ليه تفكر. وده يمكن يكون الفرق بين الذكاء والإنسانية. الوعي مش حاجة تتبرمج، الوعي بيتولد. ولحد ما نقدر نفهم إزاي الوعي اتولد جوانا، هنفضل نسأل نفس السؤال، هل ممكن يوم الروبوت يبص في المراية ويقول أنا هو؟ ولو السؤال ده خلاك تفكر، تابعني واعمل لايك وشير، علشان دايما بنجاوب على كل سؤال بيخطر في بالك.